أهلا بيكم. معاكم ميجو. الشرايح الإلكترونية اللي بتلقب بإي سيم، الشريحة دي تعتبر نقلة نوعية في فكرة الخطوط أو فكرة الشبكات في الموبايل، لأنها بتوفر للمستخدم حاجات كتير قوي زي الأمان والسهولة في الاستخدام والمرونة. اوعى تنسى المرونة من البداية. بس كده يعني ايه اي سيم؟ اي سيم دي يعني الشريحة الإلكترونية. الشريحة الإلكترونية دي هي حاجة صغيرة خالص موجودة على البوردة بتاعت التليفون بتاعك. لو انت تليفونك حديث بنسبة كبيرة انك هتلاقي الشريحة دي. الشريحة دي وجودها هيخليك تقدر تستغنى عن الشريحة العادية اصلا اللي احنا بنستخدمها لموبايلاتنا، اللي انت بتروح لأي شركة اتصالات بتقول لهم انا عايز خط جديد، فبيديك خط تحطه في الموبايل. هي الشريحة دي انت مش هتحتاجها تاني بسبب الاي سيم دي. ده كده يا باشا انت قاعد ملك موبايلك، هتجيبه هتشتريه، هو موجود فيه خط الكتروني. انت بس بتروح تقدم للشركة بالخط ده، تقول لهم انا عايز خط الكتروني او شريحة الكترونية، بيدوك كيو ار كود تعمله سكان بالتليفون. شكرا يا باشا، تفعلته. الميزة بتاعته بقى ايه؟ الميزة بتاعته بقى ان انت بتقدر تستخدم كذا خط وكذا شركة اتصالات على نفس التليفون ونفس الرقم. يعني انت مش محتاج انك تمشي بكذا تليفون في ايدك وقالوا يا عماد ده يا ابراهيم، مش انسى دي خلاص. دي انساها. فكرة ان انت يبقى عندك تليفون للشغل وتليفون، عذاب. عذاب وبتحس انك لخمة كده وبتشيل حاجات كتير قوي. فخلاص الموضوع ده هيبقى شبه انتهى، لان الشريحه دي او الاي سيم دي اللي بتبقى موجوده في البورده بتاعت الموبايل، يعني ممكن تستحمل خطوط لحد 8 خطوط او 8 ارقام مختلفين عن بعض، شركات مختلفه عن بعض او اكتر كمان، على حسب الاي سيم اللي في تليفونك هتستحمل خطوط لحد قد ايه. انت خلاص مش هيبقى موجود عندك فكرة الخط او فكرة البيت، فانا ايه ده مفيش سيجنال. هو ايه اصلا فكرة الخط ده؟ الخط ده هو فكرته ان هو مجرد اداة بتنقل لشركة الاتصالات البيانات بتاعتك والداتا بس. الموضوع ده بقى مؤخرا بقى فيه كلام كتير قوي عليه في مصر ان هو هيبتدي يتفعل، وان الموضوع ده ممكن في شهر 9 او شهر 10 بالكتير الجايين دول، اللي هو الشهر الجاي او الشهر اللي بعديه، انك تلاقي اصلا موضوع الاسم ده منتشر في مصر. اللي معطل الموضوع ده على فكرة بقاله سنة. الموضوع ده مش جديد، بس هي الفكرة نفسها من بدري، من الفكرة نفسها من 2014، بس احنا بعاد قوي. بس احنا عندنا الموضوع، الحاجة لما بتيجي تتنفذ بتاخد وقت بسبب ايه؟ ان يعني يشوفوا بقى الامان بتاع الموضوع، القصة دي. فالجهاز نفسه المسؤول اكيد اللي مسؤول عن أنا مش فاهم في القصة دي قوي، بس اكيد الجهاز اللي مسؤول عن الموضوع ده بيعاين الموضوع اكتر، لان طبعا مش موضوع سهل، لان ممكن الداتا بتاعتك تتسرق والبيانات كلها عن طريق الاي سيم دي. فطبعا بيقيسوا مقياس الامان في الموضوع ده. واول مره خالص ظهر حوار الاي سيم ده ظهر في ساعه ابل جير، وبعد كده ظهرت في الهواتف الذكيه الموبايلات. ظهرت في اول تليفون كان تليفون لجوجل. جوجل كان بيكسل. بعد بيكسل بقى ايفون بقى خدت الموضوع، والموضوع بقى ينزل للايفون. تعرف منين ان تليفونك هيدعم الميزه دي؟ بص، هو انت لو انت ايفون من بعد الايفون اكس والايفون اكس نفسه، التليفونات دي هتدعم الشريحه الالكترونيه. تدعم اصلا، لان الموضوع زي ما بقول لكم بقاله فتره، بس احنا اللي عندنا هنا في مصر الموضوع ما دخلش بسهوله. طبعا كمان من ضمن مميزاتها ان هي انت بتسجل عليها الارقام عادي، وما بتعوز تغير تليفونك. انت مش بتقعد بقى تشيل الخط وتدخل الخط، ويا ترى بقى الارقام دي متسجله على ايه ولا مش عارف. هي انت ارقامك متسجلها على الاي سيم ده، وبعد كده ما بتيجي تنقل تليفونك بتنقل الاي سيم بتاعتك مجرد عادي حاجة بتدخلها على التليفون بتاعك، زيه زي مثلا الباسورد بتاع الواي فاي. فاهم؟ انت مجرد ما بتدوس على الواي فاي وبتعمل باسورد وتحط الكونكت، شكرا خلاص. فانت الموضوع مش هيبقى حلاوته ان هو مش هيبقى متعب او شاق، او في فكرة بقى خلاص اصل الخط بتاعي حصل فيه مشكلة، اصل مش، لا، دي حاجة في البوردة، فمستحيل يحصل فيها حاجة ان شاء الله يعني. كمان برضو من مميزاتها ان انت بتقدر تقفلها بسهولة عن فكرة الخط العادي. انت مجرد لا قدر الله لو تليفونك اتسرق ولا حاجة، تقدر انك تقفل الخط بتاعك والبيانات بتاعتك بمنتهى السهولة عن طريق طبعا الاي سيم. كمان من ضمن المميزات ان انت الاي سيم دي مش موجودة في الموبايلات بس، لا ده السمارت ووتش كمان فيها الاي سيم. يعني انت ممكن تسيب تليفونك في البيت
وتاخد الساعة بتاعتك تنزل بيها الشارع، تعمل بيها مكالمات، عادي تعيش حياتك، تحط الايربودز يا باشا وشغل المكالمة من على الابل واتش. خلاص انت مش محتاج تليفونك مش لازم يكون في خط، مش لازم يعملوا القصة دي. والموضوع ده معمول في السمارت ووتش، عشان السمارت ووتش ما لهاش مكان ان انت تحط الخط طبعا، فعاملين موضوع الاي سيم فيها ده. وده طبعا موضوع، تخيل نفسك انت نسيت تليفونك في البيت فمش عارف تكلم حد، فانت هتكلم الحد ده من على الابل واتش او على اي سمارت واتش معاك. فدي طبعا ميزة كويسة جدا يعني. كمان برضو ممكن تخلق نوع من التنافس في وسط الشبكات. يعني انت دلوقتي بنفس رقم الخط بتاعك هتعمل على كذا شركة مثلا، انت هتشوف الشركة اللي عليها عروض او اللي عليها نظام كويس او رخيص بالنسبة لك، هتروح مستخدم الاي سيم بتاعتها. طيب دلوقتي ده بقى أصبح عمل حالة من التنافس بين الشركات، فأصبح ده هيصب في خدمة العميل، إن بقى الخدمات أو العروض اللي هتنزل عروض كويسة وعروض رخيصة بالنسبة للمستخدم طبعا. كمان برضو هتساعدك لو انت بتسافر، هتساعدك انك تغير الخط بتاعك بمنتهى السهولة في البلد اللي انت فيها، وهيبقى الخط محلي عادي ومن غير ما تروح اي حتة ولا بقى مشوار كذا ولا مشوار كذا. يا باشا انا معايا الاي سيم يا جدعان وانا تمام انا زي الفل. ف... فدي برضو من ضمن مميزاتها الحقيقة. بس كده، ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. الجمال بتوعك يا صديقي. سلام.